تخيل تاخد شريحة نت من غير شركة ولا خط، وبتديك كمان لحد 1 جيجا. فالسؤال هنا، هل فعليًا أقدر إن أنا أشغّل نت ببلاش من غير خط ومن غير ما أحتاج أي شركة من شركات الاتصال؟ صدّقني الإجابة هتصدمك. يا أهلًا بيكم، أنا محمد ودي قناتكم مدرسة أشباح النت. قبل ما نبدأ كالعادة ما تنساش تحط لايك للفيديو دوّة، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس جوه كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. إيه حكاية شريحة الeSIM اللي إحنا بنقدر من خلالها نحصل على نت ببلاش حتى لو الخط الخاص بيّا ما عليهوش أي إنترنت فعليًا؟ أنا جايب لك النهارده طريقة سهلة وبسيطة جدًا، كل اللي عليك يا عزيزي تعيرني كل انتباهك، أنصت جيدًا. بعد كده يا عزيزي كل اللي علينا إن إحنا هنبتدي نتوجه للموبايل الخاص بينا، وهابتدي أعرّفك الطريقة كاملة من أول تسجيلك على الapplication لحد ما بتحصل على الeSIM الخاصة بيك. فعشان ما أطوّلش عليك يالّا بينا نبدأ. مبدئيًا عزيزي الشبح كل اللي عليك دلوقتي إن أنت هتنزل على أول comment مثبت تحت الفيديو دوّة، هتلاقي رابط الapplication المستخدم في شرح النهارده. كل اللي عليك بس إن أنت هتعمل له install. الapplication موجود عندك على الplay store أو متجر play عمومًا على الجهاز الخاص بيك. بعد كده بعد ما تثبت الابلكيشن هتعمل له انستول زي ما اتكلمنا، هتبتدي تدخل عليه بالشكل دوت. هنا المفروض بيقول لك تشوز يور لانجويج، يعني اختار اللغه الخاصه بيك. هنا جايب لك انجلش واسبانيول، وجايب لك المفروض فرنساوي والماني وغيرها كتير من اللغات. احنا اللي يهمنا طبعا اللغه العربيه. هتبتدي تنزل لتحت كده لحد ما بتلاقي اللغه العربيه. بعد كده كل اللي علينا ان احنا بندوس على كلمه متابعه من المكان دوت. هنا بيقول لك البيانات المجانيه ابطا قليلا، قم بالترقيه لخطه مدفوعه. ما علينا نقول له متابعه. بعد كده هنا بيقول لك شاهد الاعلانات على شبكه الواي فاي في المطار والفندق لمشاهده عدد اقل منها. هنقول له ابدا بالشكل دوت. بعد كده هو طالب منك ان انت تعمل له شير للموقع بتاعك او اللوكيشن الخاص بيك. انا هنا هقول لك ليس الان بالشكل ده. هنا المفروض جايب لنا مرحبا بك في ايرفاي. هنقول له هنا تابع باستخدام جوجل. لازم فعليا يكون عندك بريد الكتروني اللي هو الجيميل الخاص بيك عشان تقدر اصلا انت تسجل على الابلكيشن. فكل علينا بالشكل دوت. دي جميع الايميلات الخاصه بيا، هبتدي اختار منهم ايميل بالشكل دوت، وهبتدي اعمل بيه لوك ان او هنشئ حساب بيه على الابلكيشن الخاص بايرفوي بالشكل دوت. بعد ما بتدخل على الابلكيشن بيفتح معاك بالواجهه اللي حضرتك شايفها دي. اكيد زي ما حضرتك شايف هنا المفروض ان الابلكيشن بيقول لك شائع في اوروبا، البلدان الاكثر زياره هذا الموسم. كده انت فهمت الابلكيشن دوت بيعمل ايه. المفروض ان هو بيحجز رحلات سياحيه. الله ينور عليك. بعد كده من الاخر من هنا عندنا البروفايل الخاص بينا، وهنا اللغه الخاصه بينا بالشكل دوت هنخليها برضو اللغه العربيه. هنا طبعا متحدده على العربيه زي ما حضرتك شايف. بعد كده كل اللي علينا عزيزي عندنا المساعده والدعم، عندنا اعدادات، عندنا حاجات كتير احنا مش عايزين الكلام ده. بعد كده عندنا الوالت من هنا للمحفظه الخاصه بينا، وفيها الرصيد المتاح الخاص بينا اللي هو $0 فقط لا غير. بعد كده عندنا هنا المبتدئ $3، الاساسي $5، والاكثر شيوعا اللي هو $10. ولو حضرتك مسافر بتدفع $50، اما لو بتستكشف فبتدفع $100، اللي هم الجماعه المستكشفين اللي بيطلعوا على قمم الجبال وبيحبوا الاكشن والقصص دي. بعد كده وده اللي يهمنا في شرح النهارده، اللي هي العلامه الخاصه بالاسم او الخط اللي جنبها دي، هنبتدي ندوس عليها ومكتوب لك هنا ماي ايسمز. هنا بقول لك لا يوجد اسم بعد، اختر دوله واطلب اول حزمه بيانات لك. ستحصل على اسم واحد يعمل في كل الاماكن الى الابد forever. بعد كده نبتدي تدوس على تصفح الدول بالشكل دوت. هنا جاب لنا ايه؟ جاب لنا المفروض فرنسا، اسبانيا، مش عارف ايه القصص دي. بعد كده هنا رايك في اسيا. بعد كده عندنا هنا اكتشف امريكا. بعد كده كل اللي علينا يا عزيزي ان احنا نبتدي نرجع هنا مره ثانيه نقول له تصفح الدول ونختار اي دوله من دي. هنا اقول لك اختار خطك. هنا طبعا احنا مختارين فرنسا. لا انا حابب ان انا اروح فين؟ هقول له انا رايح مصر بالشكل دوت. حابب ان انا اشغل الاسم الخاص بيا ده فين؟ فرنسا. انا موجود في فرنسا اشغل الاسم دوت عليه. موجود في المانيا، موجود مثلا في قطر، موجود في السعوديه، موجود في مصر، موجود في الجزائر، موجود في اخر بلاد المسلمين. هتختار البلد اللي انت موجود فيها. هنا بيقول لك في 190 دوله موجودين في الابلكيشن دوت. فانا هنا خلينا اكتب مصر بالشكل دوت. هنا بقول لك لم يتم العثور على وجهات بالشكل دوت. خلينا مثلا نكتبها بالانجلش ايجيبت مثلا. هل موجوده؟ موجوده زي ما حضرتك شايف. معنى كده ان الدوله اللي حضرتك منها لو كتبتها بالعربي وما ظهرتش فما تقلقش، لانك هتلاقيها فعليا موجوده بس بالانجلش. مثلا عندنا العراق مثلا، هبتدي اكتب من هنا بالشكل دوت. خلاص على كده مش موجود. طيب لو رحت كتبتها بالانجلش بالشكل دوت زي ما حضرتك شايف هتلاقيها موجود. وبالتالي قيس على كده بقى يونايتد عرب امارات، عندك برضه سعودي ارابيا، عندك اي دوله عموما. بعد كده انا من مصر طبعا هبتدي اختار بلد اللي انا منها اللي هي مصر. هبتدي اختارها ايجيبت ام الدنيا. بعد كده هنا بقول لك بيانات مجانيه ولا بيانات غير محدوده. هنا بقول لك البيانات المجانيه شاهد الاعلانات واحصل على مكافآت لحاجه لبطاقه ائتمان.
اما البيانات غير المحدوده بقول لك وصول غير مقيد، سرعات 5G ونقطه اتصال مسموحه. احنا اللي يهمنا دلوقتي اللي هي البيانات المجانيه اللي تكون شغاله فعليا على الخط الخاص بينا. بعد كده عزيزي كل علينا ان احنا بنضغط على البيانات المجانيه. هنا بقول لك اختار الكميه، انت محتاج قد ايه؟ قلت لك في البدايه ان انت بتحصل من 100 ميجا لحد 1 جيجا بايت، كل ده على حسب ما انت محتاج. انا هنا مثلا هبتدي اختار وليكن 500 ميجا بايت للحساب الخاص بيا. هنا بقول لك احصل على 500 ميجا بايت مجانا، اضغط ادناه لمشاهده اعلانك الاول. طيب دلوقتي يا عزيزي عايز افهمك حاجه بسيطه. انت دلوقتي الجهاز الخاص بيك وليكن مثلا زي الجهاز الخاص بيا بالشكل دوت. في حاجه عندنا هنا المفروض ان احنا كنا مشغلينها في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هو البرايفت دي ان اس. دي لو حضرتك فضلت سايبها شغاله مش هتعرف تشغل الاعلانات، فلازم ان انت ترجعها اوتوماتيك او تلغيها خالص لحد ما تاخد الوحدات الخاصه بيك. بعد كده هتبتدي ترجع بالشكل دوت. بعد كده كل اللي علينا من هنا حدد بقى عايز 1 جيجا، عايز 900 ميجا، عايز قد ايه. خلينا انا هنا بس هاخد ال 100 ميجا بايت عشان نقدر ان احنا نخلص الفيديو دوت في وقت قليل. بعد كده اقول له شاهد اعلانك الاول بالشكل دوت. هبتدي انتظر لحظات لحد ما الاعلان فعليا يبتدي يشتغل على الجهاز الخاص بيا. جميل جدا جميل جدا وعسل جدا. فزي ما حضرتك شايف فين المفروض الاعلان بدا يشتغل على الجهاز بتاعي، وبقول لك ريورد ان، وبتلاقي عداد التايمر بينزل. بعد كده سكندز. بعد كده ما تلغيش الكلام ده لحد ما فعليا يبتدي يتلغي عندك. بعد كده يجي لك هنا فوق كلمه اسمها ريورد ان 7 سكندز مثلا. كل اللي عليك بس ان انت بتنتظر لحد ما فعليا الهديه تبتدي تكتمل. بعد كده تقول له كونتينيو من المكان دوت. قال لك ريورد ان كذا برضه زي ما حضرتك شايف. خلاص على كده ريورد جنريتد. خلاص على كده مبروك عليك، انت المفروض هنا خلاص كده شاهدت اول اعلان وبدات تحصل على فرصه للحصول على اول 100 ميجا بايت. هتقول لي يا محمد كل دي اعلانات عشان اخد 100 ميجا؟ ده انا هصرف اصلا ال 100 ميجا دي في الاعلانات. هقول لك يا عزيزي ركز معايا، بيانات التجوال في الدول اللي موجوده بره غاليه جدا فوق ما انت تتخيل. يعني انت مثلا الدول العربيه بيوصل سعر الدقيقه الواحده في المكالمه بيوصل ل 70 جنيه رصيد، فاهم حضرتك؟ انما لو بتستخدم الانترنت انت بتحاسب، لو فتحت داتا الهاتف بتاعك في الرومنج عندك بتاخد منك رصيد كتير فوق ما تتخيل صدقني. فحلاوه الابلكيشن دوت ان انت تقدر ان انت تفعل بريد مثلا وتشاهد اعلانات وانت موجود في مصر، وتبتدي تستخدمه وانت بره مصر مثلا، وهكذا. او اي طريقه حضرتك محتاجها. او الخط الخاص بيك في مصر معلوش انترنت وانت قاعد على الواي فاي كده وحابب ما تخرج بره البيت يكون معاك نت، فتقدر تعمل الكلام ده برضه مجرد شويه اعلانات. وخليني ازيدك من الشعر بيك كالعاده، وما تنساش تكتب لي بعد الكلام اللي هقوله لك دوت الشبح في المدينه. خليني اقول لك يا عزيزي، لو اكتر الناس اللي بيستخدموا الحاجه دي او الابلكيشن دوت كتبوا لي في الكومنتات تحت ان هم محتاجين سكريبت يجمع لهم النقاط دي تلقائي بدون مشاهده الاعلانات من الابلكيشن نفسه، نقدر ان احنا نشيتها من خلال السكريبت نفسه بطريقه اسهل واسرع. اكتبوا لي الكلام ده، هعمل لكم سكريبت وابتدي انزله لكم على قناه التليجرام الخاصه بينا قصص نت. خلينا نكمل. بعد كده عزيزي هنا المفروض هتروح تشاهد اعلان تاني. هنا بقول لك حوالي 61 اعلانات متبقيه. طيب يا عم انا دلوقتي عشان احصل على 1 جيجا بقول لك هتشوف 634 اعلان. فده بالنسبه للي موجود معانا مشاهده الاعلانات. هتعمل شاهد الاعلان. بعد كده لما بتخلص الاعلانات كلها تقول له طالب بال 100 ميجا، طالب بال 1 جيجا، طالب بال 3 جيجا، طالب بال 2 جيجا. بعد كده هتروح تفعلها على الخط الخاص بيك. لو مش عارفين ازاي بتتفعل انا ان شاء الله هبتدي اعمل سكريبت عموما، وبعد كده هجمع اصل الوحدات الخاصه بيا. وان شاء الله لو محتاجين فيديو تاني ازاي بنشغلها عندنا في مصر بقى لو خط ما فيهوش رصيد اكتبوا له برده في الكومنتات تحت. فلحد هنا عزيزي بكون انتهيت. اتمنى اكون افدتك في فيديو النهارده، لان فيديو النهارده يا عزيزي كان سهل وبسيط جدا، وكانت معلومه سريعه كده من شبح المدينه ليك. فلو محتاجين النوعيه دي من الفيديوهات اكتبوا لي وعرفوني. وكمان لو محتاجين اي حاجه ممكن تكلمني على معرفي الشخص على التليجرام @xmrghost VIP. فانا لحد هنا عايز بكون انتهيت. اشوفك في الفيديو الجاي يا قمر. سلام.